سؤال: ما هو الفرق بين تزحلق وانزلق؟ انا بتكلم طبعا على بيان النادي الاهلي امبارح اللي قال فيه ان عمر كمال عبد الواحد انزلق في الحمامات. طب اقول لك على حاجه. طب ما نجيب المفتش كرومبو ويقول لك هو انزلق ازاي؟ هل في صابونه زحلقته؟ هل في حد زقه؟ ما احنا هل في كم ميه موجوده على الارض؟ ما احنا برضه لازم نفهم الحته دي، لا اما نفرغ الكاميرات اللي كانت موجوده في الحمامات. لما كيان بحجم النادي الاهلي يطلع بيان يقول لك اللعيب انزلق، انت بترد على مواقع اصلا بتقول لك ان اللعيب بتاعك حصل مشاجره بينه وبين لعيب تاني، مشاده بينه وبين لعيب تاني، مشاده بينه وبين المساعد، مشاده بينه وبين اي حد. انت بترد ليه؟ ليه بترد؟ وليه بتقول انزلق؟ احنا مالنا ومال اتزلق؟ بيرسي تاو غاب عن التمرين، فبيرسي تاو غاب لسبب العطس. عمر كمال عبد الواحد انزلق فانزلق بسبب صابون في الحمامات. ما هو ده مش بيان يا جماعه، ده عمره ما يكون بيان بالشكل ده. احنا قلبنا اكتر من اليوم السابع. احنا كل شويه دلوقتي بنطلع بيان، كل شويه هتقول لي المصداقيه وفي ناس بتهاجم النادي الاهلي والكلام ده كله. انت برضه لازم تكون هادي وراسي، ما ينفعش. ثم الكابتن محمد رمضان اصلا تحس ان هو ماسك الادمن، مع احترامي ليه يعني، بتاع البيج بتاع النادي الاهلي. ما ينفعش ان انت كل ما تقول حاجه للعيب انا عملت كذا عشان لعيب، انا سويت كذا عشان لعيب. لازم الموضوع يكون هادي شويه ومتداري شويه. غير كده ان انت كنت في تمريره مغلقه. ايه بقى اللي عرف بتوع السوشيال ميديا؟ ايه اللي عرف المواقع؟ معنى كده ان في حد بيسرب، واللي بيسرب ده واحد يقدر يدخل للتمريره المغلقه. ما تقوليش لعيب، لان ما تقوليش، وما تقوليش لعيب لان اللعيب هيتعرف. يقول لي ان في واحد مسؤول بيدخل وهو رئيس المنظومه الاعلاميه في النادي الاهلي، لان احمد سعيد اتكلم قبل كده وقال لك ان احنا خدنا المعلومه من الاستاذ جمال جبر. قولي الحته دي، ما تجيش بقى ترسم لي قصه ومسلسل ومسرحيه وتخلوا الناس تضحك علينا. يا جماعه عيب، ما ينفعش. احنا مش هنقلبها مصارعه، ولا هتكون مصارعه محترفين في يوم في النادي الاهلي. اللعيب اللي مش عاجبك مشيه، اللعيب اللي ما يلتزمش مشيه. ولازم يكون في انضباط اكتر من كده. حتى لو ده قال مسلسل عن الحكايه، حتى لو ده قال مسرحيه عن الحكايه، حتى لو اعلامي طلع يتكلم، لازم تكون راسي وهادي. عادي، خلي اللي يتكلم يتكلم، بس انت برضه عندك جوه النادي الاهلي انضباط. حصل مشكله، حصل زعل بين لعيب والتاني، بحلها. ما اتحلتش كل واحد غرامه وعقوبه واستبعاد. تقدر تقول لي امام عاشور رجع ليه؟ انت المفروض كنت معاقبه، حتى لو بتلعب كاس عالم للانديه، حتى لو محتاج اللاعب ده. عمر النادي الاهلي ما كان كده، عمر النادي الاهلي ما كان كده. قبل كده مشيت كهربا، مشيت كهربا ليه؟ ما هو عمل ايه؟ ما احنا لازم نعرف بقى، بدل انت بتطلع تقول وتذيع. مشيت كهربا ليه؟ ده انت قلت لا ما يباتش النهارده في المكان، يبقى ما يباتش، لازم يمشي دلوقتي على مصر. ده حتى كنت بتلاقي له او بتدور له على تذكره طيران، ما تعرفش لقيتها ولا هو اصلا قاعد في المطار وقلت ان هو مشي على مصر. ما ينفعش، ما ينفعش. والاعلاميين اللي حوالين النادي الاهلي، يا ابني اللي انت وهو انت بتحب مصلحتك اكتر من النادي. يا ابن الحلال انت بتحب مصلحتك. لما بدأت الحنفية تتقفل فبتطلع تشتم وتغلط، لما الحنفية بتتفتح فبتطلع تشكر وتقول اللي المجلس الإدارة عايزه، وبعد كده بتقول اللي انت عايزه، وبتقول انا عندي معلومة وانفراد وسبق ومش الكلام ده كله والحوارات دي كلها احنا عارفينها. ما ينفعش. والاسم احنا عارفين 4 5 بالاسم، منهم واحد امبارح طلع غلط وخبط في مجلس الإدارة والكابتن محمد رمضان عشان الحنفية اتقفلت شوية. فأتمنى ان احنا نقف ونوزن الامور شويه، نعمل تقييم للمرحله اللي فاتت، نعمل تقييم للمرحله اللي جايه. احنا محتاجين تدعيمات. امال انت لو كنت صعدت للنهائي كان هيحصل ايه؟ هو مش ده كله عشان ماتش؟ المشاكل دي كلها عشان ماتش اللي هو بتاع باتشوكا؟ يا عم انت، انا عايز افهم حاجه. انت خسرت مباراه، وحتى لو صعدت النهائي احنا زعلانين كلنا ان احنا ما قابلناش ريال مدريد. وطبعا ريال مدريد دلوقتي واقع، يعني كنا هنقابله على الاقل نعمل مباراه حلوه، بس في نفس الوقت مش هتاخد بطوله. فانت عيد ترتيب البيت من اول وجديد يا كابتن خطيب، يا كابتن خطيب. عيد ترتيب البيت من اول وجديد، لان الوضع كده عاد صعب شويه، وانت كده الامور بتفلت منك. وحاول تقيم الناس اللي حواليك، لان الناس اللي حواليك هم اللي بيضروك، الناس اللي حواليك هم اللي بيضروك. وحته التعاقدات احنا هنتكلم عليها في حلقه تانية،
لان انا عندي كواليس التعاقدات. بس انا عايز اقول كلمه في حكايه التعاقدات. انت بتسرب للاربعه خمسه الاعلاميين بتوعك او اللي هم الصحفيين بتوعك يطلعوا يقولوا 6 7 اسماء عشان ده شوف المجلس الاداره خلاص بيتفاوض مع كذا وبيتفاوض مع لعيب ده عشان تهدي الجمهور. قلت لك قبل كده ما بتضحكش علينا يا كابتن خطيب. فاحنا اتمنى ان الموضوع يترتب من اول وجديد. مدير كره ما فيش الا سيد عبد الحفيظ من الاخر. ما تقنعنيش، مدير كره هو سيد عبد الحفيظ. غير كده معلش يركن في جنب. سيد عبد الحفيظ بخبراته، سيد عبد الحفيظ بسياسته. اصل بص، مدير الكره ده مش ان انا باخد الامور بشديه وخلاص، باخد الامور بحسم وخلاص. مدير الكره هو مع اللعيبه نفسهم، فهو بيتكلم معاهم كواحد بمعنى صح دبلوماسي. عارف امتى هد الريتم شويه وامتى علي الريتم شويه، عارف امتى امتص غضب ده وامتى عاقب ده لو هو غلط. فانت محتاج واحد مدير كرة يكون ذهنه فاضي بس لمدير الكرة، وهو سيد عبد الحفيظ. الراجل ده اثبت نجاح على مدار اكتر من 10 سنين واكتر. فما ينفعش ان انت في لحظة تغيره عشان تجيب حد وتجيب 2 وتجيب سبت وتجيب 3. ولو لعيب مش عجبك اعمل بتر، مشيه، خليه كبش فدا زي ما الكابتن حسن حمدي عمل قبل كده لما مشى ابراهيم سعيد ومحمد جوده واحمد صلاح حسني في وقت من الاوقات ال3 مع بعض. قال لك خلاص احنا بنعرضهم للبيع بسبب مشاكلهم، بسبب وجع الدماغ. فاتمنى الامور تتزن شويه وندور على الصفقات، لان احنا داخلين على مفرمه ومطحنه، سواء كاس عالم للانديه او الدوري او الكاس او ايا كان البطولات اللي احنا بندخل فيها. لازم يكون في ترتيب للبيت شويه. سيبوا الراجل كولر يشتغل، دعموه بصفقات حلوه وكويسه. ما تروحش تجيب صفقات انت اصلا بعتها ليه. وده السؤال اللي احنا هنطرحه وهنتكلم عليه في الحلقه الجايه باذن الله. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش اللايك والمتابعه، وبشكركم.